الجولة الأولى من البطولة التونسية. انطلاقة نارية وأحداث قلبت الموازين منذ صافرة البداية. النادي الإفريقي يدخل الموسم بعزيمة، بطموح الصدارة، وبجمهور لا يقبل إلا بالفوز. مباراة أمام مستقبل المرس، فريق لا يستهان به، فريق جاء ليدافع بكل ما أوتي من قوة، بأسلوب الضفدع المتكتل، يغلق كل المساحات ويكسر كل محاولة هجومية. لكن هنا تظهر خبرة المدرب فوزي البنزرتي، رجل يعرف كيف يقرأ المباريات من دقائقها الأول، كيف يصبر، وكيف يضرب في الوقت المناسب. الصادق محمود، الوافد الجديد، يعلن نفسه أمام الجماهير الحمراء والبيضاء بهدف أول في مسيرته مع الإفريقي. هدف أشعل المدرجات، وجعل اسم الصادق يرن في كل ركن من أركان ملعب رادس. المردود الفردي لبعض اللاعبين كان ملفتا، خاصة بن علي وغيث الزعلوني. قتالية، التزام تكتيكي، وحضور ذهني من أول دقيقة لآخر ثانية. لكن وسط الميدان لم يكن في المستوى المطلوب. الربط بين الدفاع والهجوم كان متقطعا، الضغط على المنافس لم يكن فعالا، والتمريرات في بعض اللحظات افتقدت للسرعة والجرأة. الجماهير تنتظر التعزيزات، أسماء جديدة قادرة على منح وسط الميدان القوة، العمق، واللمسة السحرية التي تصنع الفارق في المباريات الكبيرة. أما في قابس، الترجي الرياضي التونسي يجد نفسه أمام مباراة صعبة، جمهور متحمس، ومنافس لا يخاف. غياب يوسف البليلي كان كافيا لخلط أوراق الكنزاري، والخطة الهجومية فقدت الكثير من فعاليتها. الترجي حاول ضغط، بحث عن الحلول، لكن مستقبل قابس كان صامدا، منضبطا، وحارس مرماه في يوم كبير. حتى عندما أضاف الحكم 9 دقائق كاملة، ظن البعض أن الترجي سيخطف الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن صافرة النهاية جاءت لتؤكد أن التعادل هو الحصيلة. تعادلوا بطعم الخسارة لفريق يبحث عن انطلاقة قوية. وهنا يتغير المشهد في جدول الترتيب. الإفريقي في الصدارة، الترجي يتعثر، والجماهير تبدأ في طرح الأسئلة: هل هذه مجرد كبوة بداية؟ أم أن هناك بوادر أزمة في باب سويق؟ البطولة ما زالت في بدايتها، لكن الرسائل واضحة: لا مكان للراحة، ولا فريق مضمون. هذا الموسم يبدو أن كل جولة ستكون معركة، وكل نقطة ستكون بثمن غال. والبقاء في القمة لن يكون إلا للأقوى، والأكثر جاهزية، والأكثر ذكاء في التعامل مع ضغط المباريات.